السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ وحشتوني. هنعمل مع بعض الغدا. انا اسفة جدا على التأخير لان فعلا والله والدتي تعبانة، ادعوا لها حبايب قلبي لربنا يشفيها ويحش عنها يا رب العالمين. طبعا هنعمل غدا النهارده. انا جبت لحمة وغسلاها كويس. طبعا حطيت الحلة على البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. حطيت اللحمة وحطيت فلفل اسمر وحطيت طماطمية وبصل ورق لورا حطيته، وحطيت ميه مغليه. ما بحطش ميه سخنه ساقعه يا حبايب قلبي، لازم ميه مغليه جدا، ما تحطش ميه ساقعه. وحطيت مكعب مرقه ونغطي عليها ونشوف احنا هنعمل ايه تاني يا حبايبي. حطيت ملح. انا ما بحطش ملح في الاول، تخش على سوا اقوم حاطه الملح. طبعا النور كان قطع، ما عرفتش انا اصور معاكم وانا بعمل الكفته. دي كفته يا حبايب قلبي ونشوف هنعمل فيها إيه. طبعا جبت بصله حطيت فيها زيت، هنقلب كويس لغايه ما البصله تحمر تاخد لون ذهبي كده، ونحط الطماطم. يا حبايب قلبي حطيت الطماطم. طبعا دي بهارات: كمون، كزبرة، فلفل اسمر وملح. هنقلبه كويس. طبعا اتسبكت يا حبايب قلبي. هنحط الكفتة زي ما انتوا شايفين. طبعا الكفتة دي لها كذا طريقة، ممكن تحمريها قبل ما تحطها في الصلصة، ممكن تسلقيها برضو قبل ما تحطها في الصلصة عادي، زي ما انت حابب. ودي الطريقة بتاعتها التانية، هي لها كذا طريقة. طبعا يا حبايب قلبي انا مطبخي بيقدم اكل. انت القناة بتاعتي انا بقدم فيها طبخ للبنات المبتدئة اللي عايزين اي تفصيل اي سؤال يكتب لي في التعليقات وانا هجاوب عليه. اللي عايز اي وصفة جديدة او اي حاجة انا هجاوب عليها. وطبعا ان شاء الله القناة بتاعتي تكبر بكم يا حبايب قلبي، هي مش هتكبر الا بكم، وربنا يخليكم يا رب. طبعا انا عملت الكفتة حبايب قلبي ودي شوية رز صغيرين. وحبايب قلبي يا رب الاكل يعجبكم وتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. هذا طبعا الكفتة ورز وشوربة وألف هنا على الأكل. ادعوا لوالدتي يا حبايب قلبي ربنا يشفيها يا رب، هي واللي زيها يا رب. طبعا لازم ندوق مش يا حبايب قلبي. حبايب قلبي وطبعا انا قناتي بتقدم طبخ، واللي عايز اي اي سؤال يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه. وربنا يخليكم يا رب. باي.